الحمار الاسباني دي بقى عباره عن اداه تعذيب وبتبقى على شكل حرف 8، والاداه ديت بتكون حاده جدا وبيقعد عليها الضحيه اللي هتتعذب وهو عريان. ده غير كده كمان بيتربط في رجل الضحيه اثقال عشان تتقله وتشده لتحت، وبيفضل الضحيه قاعد على الحمار الاسباني بالشكل دوت لحد ما يتشد لتحت ويتقسم نصين. تابوت الحديدي، التابوت ده بقى بيبقى مليان جواه مسامير طويله ومحطوطه بعنايه بحيث ان المسامير ما تخترقش اي جزء حيوي في جسم الضحيه زي القلب والرئه عشان الضحيه ما تموتش بسرعه. والهدف من التابوت ان هم عايزين الضحيه تتألم لاطول فتره ممكنه. كمان بيبقى موجود جوه التابوت خشب الفلين العازل للصوت عشان ما حدش يسمع صوت الضحيه وهي بتتألم ولا الضحيه تسمع صوت حد. كاسر الاصابع، الاداه دي بقى بيبقى ليها فكين وبيتحط ما بينهم صوابع الضحيه، بعدين بيقفلوا الاداه دي ببطء على الصوابع لحد ما يسمعوا تهشم عظام الصوابع، يعني تكون عظام الصوابع عباره عن فتافيت. والاداه ديت في منها انواع، في اللي تكسير الكوع والركبه